السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علامات التوفيق للعبد أن يجعله الله ملجأ للناس، يفرج هما، ينفس كربا، يقضي دينا، يعين ملهوفا، ينصر مظلوما، ينصح حائرا، ينقذ متعثرا، يهدي عاصيا. أكرم بهذا العبد الذي اختاره الله وجعله سببا في نفع الناس وإعانتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، ومن الناس مفاتيحا للشر مغاليقا للخير، فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه. واعلم أن مثل هذا لا يخزيه الله أبدا، فمن أحسن إلى عباد الله كان الله إليه بكل خير أسرع، ويسره لليسرى، وفتح له أبواب العلم والسعادة، بل وسيرى من ألطاف الله ما لا يخطر له على بال. فاللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. لن ينسى الله خيرا قدمته، ولا هما فرجته، ولا عينا كادت أن تبكي فأسعدتها. فلنعش حياتنا على مبدأ: كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين.